السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم هي الفعل المضارع عند بنائه للمجهول مع ملاحظات على الفعل اللازم والمتعدي. نجي أول شيء للفعل المضارع. من أريد أبني المجهول لازم أعرف أنه الفعل المضارع إذا كان صحيح سالم صحيح أو مهموز. فإذا كان صحيحا أو مهموزا القاعدة تقول أنه ضم الحرف الأول وفتح ما قبل الآخر إذا كان صحيح أو مهموز. فلو تلاحظ الفعل يكتب فعل مضارع صحيح ويسأل فعل مضارع مهموز. المهموز يعني الفعل بهمزة سواء في أول الكلام أو في وسط الكلام أو في آخر الكلام، هذا المهموز. فيكتب قاعدة شو تقول؟ تقول ضم الأول وفتح قبل الآخر. إيش راح يصير يكتبوا؟ يصير ضم الأول راح يصير يكتب، زين. يحمد، إذا عليك شو تقول داخلها عليك؟ تقول ضم الحرف الأول فصير يحمد، يصير يحمد فتح الحرف الذي قبل الآخر. وإذا كان مهموز نفس القاعدة. يسأل شو تصير؟ يسأل فتح الحرف الذي قبل الأخير، زين. هاي إذا كان الفعل المضارع صحيح أو مهموز. زين، إذا كان الفعل المضارع معتل أجوف يعني معتل للوسط، إذا كان الفعل المضارع معتل وسط معتل أجوف، شو راح تكون القاعدة؟ مثل يقول، يقول إذا كان فعل مضارع معتل أجوف معتل الوسط يعني يقلب حرف العلة إلى ألف وضم الحرف الأول مع فتح ما قبل الألف للمناسبة. شلون؟ يقول ايش راح يصير؟ أضم الحرف الأول شو يصير؟ يو. أقلب حرف العلة إلى ألف يصير يقال وفتح ما قبل الألف للمناسبة. فعل مضارع معتل أجوف، أريد أسوي مبني المجهول، ضم الحرف الأول وقلب حرف العلة إلى ألف وفتح قبل الألف يقال. كذلك مثلا لو عندي يبيع، مثلا يبيع عندي حرف علة، إذا فعل مضارع معتل وسط معتل أجوف. شلون أسوي مبني المجهول؟ ضم الحرف الأول، قالب حرف العلة إلى ألف وفتح قبل الألف للمناسبة، يصير يباع. شوف قلبت حرف العلة الياء إلى ألف. كملنا كل شيء يتعلق بالفعل المضارع. بقت عندي ملاحظات على الفعل اللازم والمتعدي. حتى نعرف نفرق بين الفعل اللازم أو المتعدي كقاعدة يعني استخدمها أني حتى أميز على شكل حياتنا اليومية. فأقول يا بنصعد الفعل بالكي، قبل يصعد الفعل بالكي يعني هذا الفعل متعدي، ما قبل يصعد بالكي يعني لازم. شنو تفسير هذا الكلام؟ يعني نجيب الفعل ندخل عليه الكاف ياء هاء اللي أسميه أنا كي، ندخل على الفعل كاف ياء هاء، إذا قبلهن واستقام المعنى هذا متعدي. مثل من؟ مثل أكرمه، شو يصير؟ أكرمه قبلها، أكرمك أكرمني، إذن هذا متعدي لأن قبلهن. إذا الفعل ما قبلهن فيكون لازم، مثل جلس جلسه جلسك جلسني، ما بها معنى، إذن هذا لازم. هاي حتى تميز بين الفعل اللازم والمتعدي. فيقول الفعل اللازم لا يبنى للمجهول إلا بشروط. الفعل اللازم لا يبنى للمجهول إلا إضافته مع الظرف، زين، ومع المصدر المختص، ومع حرف العلة المضاف إلى أكثر من حرف علة واحد، أو العفو حرف العلة الذي لم يلزم الجار له طريقة واحدة. شنو معنى هذا الكلام؟ مثلا عندي سارة فعل لازم لو متعدي، دخل عليه الكاف ضمار، سارك ساره ما ترهم، إذا هذا فعل لازم. الفعل لازم قلت لا يبنى المجهول
إلا إضافته إلى ظرف وشرط الظرف مختص. يعني من أحول المجهول شو يصير؟ سيرة يوم، ضفته إلى ظرف، بس من ينطيك بالسؤال بس سيرة يوم ويقول صار مبني المجهول، خطأ. شرط الظرف أن يكون مختص، لازم أضيف له صفة أخصصه، فهذا هسه ما يصير مبني المجهول. بس إذا قلت سيرة يوم الجمعة ضفته إلى ظرف مختص، إذن هسه انبنى للمجهول. زين، مثلا عندي جلسة الفعل جلسة من أحول المجهول فعل لازم، ما أقدر أحول المجهول إلا بشرط أن يضاف إلى ظروف أو إلى مصدر، والمصدر شرط أن يكون مختص. ففعل هسه ماضي ثلاثي، ضم الأول كسر قبل الآخر يصير جلسة اللي هي القاعدة أخذناها بالمحاضرة السابقة العفو. جلسة. زين، الفعل اللازم لازم حتى أحول المبني المجهول لازم أضيف المصدر أو إلى ظرف مختص أو إلى حرف العلة الذي لم يلتزم الجر له بطريقة واحدة. فجلس جلوس ضفت إلى مصدر صار مبني المجهول. إذا أعطاك هيك الجملة تقول له لا بعدها ما مبني المجهول. ليش؟ لأن شرط المصدر أن يكون مختص موصوف، ضيف له صفة تخصصه. فإذا قلت جلس جلوس حسن، إذا خصصته صار مبني المجهول. فجلس الجلوس هسه لحد هنا غير مبني المجهول. من أقول جلس جلوس حسن، هسه صار مبني المجهول. ليش؟ لأن ضفته إلى مصدر مختص. وكذلك ما أقول مثلا جلس جلوس مهذبا، جلس جلوسا رائعا، ما دام خصصت المصدر خلاص صار الفعل اللازم مبني للمجهول. زين، حرف الجر الذي لم يلزم الجار له طريقة واحدة شنو معناتها؟ مثلا عندي فرح، شنو معنى هذا الكلام؟ لم يلزم الجار له طريقة واحدة الجر. يقول يعني أقدر أضيف إلى مرتين حرف جر يرهم، أضيف الكلمة أغير بها حروف الجر ترهم. مثلا نقول فرح هذا فعل ماضي ثلاثي وفعل لازم. الماضي الثلاثي فرح، فأقول فرح بقدوم، مثلا بقدوم علي. بما أنه أقدر أقول فرح لعلي لم يلزم له الجر طريقة واحدة، أقدر أقول لعلي وأقدر أقول بعلي. بما أنه حرف الجر ما يكتفي على حالة وحدة، يرهم مع جميع الأحوال، إذن هذا الفعل اللازم يمكن بناءه للمجهول. إلى هنا تنتهي محاضرة الفعل المضارع والفعل اللازم مع ملاحظات على الفعل اللازم اللي هي هاي الملاحظات. وإلى هنا انتهى المبني المجهول بمحاضرتين، انتهى بشكل كامل، واستودعكم الله ورحمة الله وبركاته.